عمرك قابلت شخص كل ما تحقق حاجة كويسة في حياتك تلاقيه بيحاول يقلل منها، زي انه يقولك اكيد نجحت لان الحظ وقف جنبك، او طب ما كل الناس بتعمل كده، ايه الجديد؟ الناس دي مش بس بيحاولوا يقللوا من نجاحك، دول ممكن يهدوا ثقتك بنفسك لو سمحت ليهم بكده. فخلونا نتكلم عنهم وليه بيتصرفوا بالطريقه دي، والاهم نعرف تعمل ايه لما تلاقي حد بيحاول يقلل منك. في حاجه اسمها متلازمه الاحساس بالنقص، دي حاله نفسيه بتخلي بعض الناس عندهم احساس داخلي بالدونيه، يعني ببساطه هم مش واثقين في نفسهم، وده بيخليهم يحاولوا يعوضوا الاحساس ده بانهم يهدموا اللي حواليهم عشان يحسوا انهم افضل. فبيلجأوا مثلا للاسقاط النفسي. هو شخص بيكون مش راضي عن حياته، فبدل ما يعترف بالمشكله ويحاول يطور من نفسه بيحاول يرمي عيوبه او احباطاته عليك، كانه بيقول لو انا مش ناجح يبقى لازم اقنعك ان نجاحك ملوش اي قيمه. زي ما تقول لحد مثلا ان انت داخل مشروع جديد فيرد عليك ويقولك ده لان عندك دعم من اهلك، لو مكاني مش هتعرف تعمل حاجه. الحقيقه هنا ان الشخص ده مش عايز يعترف ان عنده مشكله في التخطيط او الجرأه عشان يبدا حاجه جديده، فبيحاول يبرر لنفسه ان نجاحك مش ليك. ده غير انهم بيخافوا من المقارنه. هو لما بيشوف حد ناجح او بيحقق حاجه كويسه ده بيخليه يحس ان هو متاخر، فبيقرر انه يقلل منك عشان ما يحسش انه وحش. وكمان يمنع الناس انهم يتهموه بالتقصير، اشمعنى هو عمل وانت مش عارف تعمل. زي لما تقول لحد انك خسيت مثلا 10 كيلو في 3 شهور، فتلاقيه بيرد عليك ويقولك ده لانك فاضي وبتروح الجيم، انا عندي شغل ومش فاضي. فبدل ما يعترف انه مش ملتزم بيقنع نفسه ان ظروفه هي السبب. والحاجه التانيه كمان هي الادمان على الدراما. في ناس بتحب تحول كل حاجه لنوع من المنافسه او الدراما عشان تحس انها محور الاهتمام. زي لما تقول لحد انك اترشحت الجايزه في شغلك مثلا، فيرد عليك بس الجايزه دي مش مهمه اصلا، في جوائز اهم منها. هي دي طريقتهم عشان يغطوا على احساسهم بالضعف الداخلي. المهم بقى دلوقتي تعمل ايه لما تقابل الاشخاص دي؟ اول حاجه لازم تفصل نفسك عن طاقتهم السلبيه، ما تاخدش الكلام على اعصابك. الشخص اللي بيقلل منك غالبا عنده مشكله مع نفسه مش معاك انت، فركز على ان كلامهم هو انعكاس لحالتهم النفسيه مش تقييم فعلي لمجهودك او انجازاتك. لو حسيت ان كلامهم بيأثر عليك حاول تغير مكانك او تركز في اي حاجه ايجابيه في حياتك. ونصيحه مهمه جدا، حاول تحتفظ بدفتر صغير تسجل فيه انجازاتك مهما كانت بسيطه. كل ما حد يحاول يقلل منك افتحه وافتكر الحاجات اللي عملتها بمجهودك واللي كانت في وقت من الاوقات ضغط عليك جدا وقدرت بتوفيق ربنا انك تنجح فيها. تاني حاجه وضح الحقائق لو انت محتاج لده. مش دايما هتحتاج ترد، بس في بعض الاحيان بيكون من الافضل انك توضح الصوره بهدوء ومن غير عصبيه. لما حد يقولك ما هو اصلا الكورسات بقت موجوده في كل حته، ايه الانجاز اللي انت عملته يعني؟ رد عليه ببساطة، صح الكورسات موجودة لكن مش كل الناس بتستمر وتتعلم لحد ما تتقن الحاجة، وانا عملت كده الحمد لله. الفكرة هنا انك مش بتدخل في جدال، لكن بتوضح ان نجاحك مبني على شطارتك واستمراريتك وتوفيق ربنا طبعا، مش مجرد حظ او ظروف. تالت حاجة ما تدخلش في مقارنة. دي من أهم النصايح اللي ممكن أقولها لك. المقارنة أكبر فخ ممكن تقع فيه معاهم. كل شخص عنده ظروفه وتحدياته اللي محدش تاني يعرفها. فلما حد يقولك أنت لو مكاني ما كنتش هتقدر تعمل أي حاجة لأن ظروفي أصعب، فبدل ما تبرر أو تدخل في مقارنة رد ببساطة كل واحد بيواجه تحدياته بطريقته، وأنا فخور جدا إني قدرت أتغلب على التحديات اللي قابلتني. لان عمرك ما هتتفوق عليه في الصعبانيات اللي هيقولها لك والمقارنات اللي هيدخلك فيها، وفي الاخر مش هتخرج من المناقشه دي غير وانت حاسس بتعب نفسي. فالافضل هما كلمتين وبس، وافتكر انت مش مضطر ان حد يقيم مجهودك وتعبك. خليك فخور بنفسك. كل مره حد يحاول يقلل منك افتكر الطريق اللي مشيته والمجهود اللي بذلته عشان توصل للمرحله دي. افتكر دايما ان كل نجاح صغير او كبير هو دليل على شطارتك وصبرك. لو سمعت جمله زي هو النجاح ده كبير يعني، قول لنفسك لانه بالنسبه لي كان تحدي كبير. ونصيحه مهمه قوي، كافئ نفسك على انجازاتك مهما كانت بسيطه. احتفل بنجاحك حتى لو مع نفسك، وحاول انك تشارك نجاحاتك مع ناس بتدعمك وبتشجعك بجد، لان طاقه الدعم بتبني ثقه كبيره قوي. فلما تواجه شخص بيحاول يقلل منك مش لازم تكون في موقف دفاعي. خليك واثق ان نجاحك هو انجازك الشخصي اللي مفيش حد يقدر يقلل منه. لازم تكون فاهم وواعي كويس جدا لاساليبهم، ما تخليش كلامهم ياثر عليك. حاول تفصل نفسك عن طاقتهم السلبيه وركز على هدفك.